السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة معادي معاكم وفيديو جديد هكلمكم فيه عن حاجة مهمة جدا لطلاب كتير جدا في جامعات كتير، وهخص بالذكر بقى جامعتي جامعة عين شمس، وخصوصا كلية الآداب، وهو نظام الساعات المعتمدة. كتير جدا منكم دخل الكلية، خصوصا طلبة سنة أولى، لسه مش فاهمين حاجة عن نظام الساعات المعتمدة. يعني عندنا في الكلية حوالي 14 قسم. بعد ما الطلبة بيتخصصوا في القسم اللي هم بيختاروه في البداية، أو يعني على حسب مجموعهم والتنسيق بتاعهم بيجي لهم قسم معين وبيدخلوا يدرسوا. بعد كده ما بيبقوش عارفين يعني إيه ساعات معتمدة، ويعني إيه الإرشاد الأكاديمي، وإزاي أختار المواد بتاعتي، وإيه فكرة النجاح والسقوط، وإيه التقديرات دي. فإن شاء الله هحاول ألخص لكم كده سريعا في الفيديو دوت موضوع الساعات المعتمدة. الساعات المعتمدة في كلية آداب هو إن ما عادش زي النظام القديم 4 سنين دراسة، لا بقى اسمها 8 مستويات. يعني اتقسم كل ترم لوحده، والترم بقى اسمه مستوى. لازم تعدي المستوى الأول عشان تطلع التاني، والتاني عشان تطلع التالت، وهكذا. ما عادش زي زمان، الطالب اللي كان بيسقط زمان في 3 مواد او 4 مواد كان بيعيد السنه كلها. لا، مفيش حاجه اسمها سقوط في الساعات المعتمده. انت بتعدي المستوى، حتى لو معاك مواد بتطلع بيها للمستوى اللي بعده. اهم حاجه ما يبقاش المواد دي ليها متطلب في المستوى اللي بعده. طيب، يعني ايه متطلب؟ يعني ان انت يكون مثلا عندك مسمى ماده في المستوى الاول، مثلا سين واحد. مثلا الماده دي رقمها واحد، والمستوى اللي بعده بتلاقي المادة نفس اسم المادة لكن رقم اتنين. أو مثلا في المستوى الثالث، مش شرط تبقى في المستوى الثاني، في مثلا مواد بيبقى المتطلب بتاعها في المستوى الفردي المقابل. يعني مثلا المادة دي اسمها مثلا مادة مثلا عربي، مثلا عربي واحد، ولما تطلع مستوى تالت تلاقي عربي اتنين، ولما تطلع مستوى خامس تلاقي عربي تلاتة، ده مثلا. أو مثلا المادة دي اسمها تاريخ واحد، ولما تطلع مستوى تاني تلاقي تاريخ اتنين، وفي التالت تاريخ تلاتة، وهكذا لحد مثلا تاريخ أربعة أو خمسة. هو ده اسمه المتطلب. المادة اللي ليها متطلب لازم تنجح في رقم واحد عشان تاخد اتنين. ما نجحتش في واحد للأسف مش هتقدر تاخد اتنين، وهكذا. ولازم تنجح في اتنين عشان تاخد تلاتة، وهيفضل التسلسل ده ماشي معاك لحد ما تتخرج. إذا الساعات المعتمدة هو نظام بيقسم لنا السنوات الدراسية إلى 8 مستويات. كل مستوى بيكون 18 ساعة. ال 18 ساعة دول ممكن يتقسموا على 5 مواد، 6، 7، 8، على حسب طبيعة الدراسة في كل قسم. عندنا ال 15 أو ال 14 قسم في كلية آداب، كل واحد فيهم ليه نظام مختلف في الدراسة، ليه مواد مختلفة، ليه طبيعة مختلفة. فأنا بتكلم إجمالا عشان كل طلاب الكلية يستفيدوا. ده أول حاجة. طيب، تاني حاجة، التقديرات بتبدأ من مقبول، ثم بتوصل لحد امتياز مرتفع. بداية من مقبول ثم مقبول مرتفع. كل تقدير متقسم جزئين: المقبول متقسم حاجتين، مقبول ومقبول مرتفع، ثم الجيد نفس الكلام، ثم جيد جدا، ثم الامتياز. النجاح من 60 من 100، مش 50%، مش زي الطبيعي. لا، النجاح لازم تجيب درجة 60% في الامتحان. هتلاقي المادة عندك متقسمة لجزئين: هو جزء امتحان فاينل من 75 درجة، وميد ترم وأعمال سنة بيبقى عليهم 25 درجة. وفي الغالب بيكون الميد ترم عليه 20 درجة، وخمس درجات للحضور والنشاط عموما بتاعك طول الترم. و يعني لو في مثلا تكليفات أو كده وبتعملها، و 75 درجة على الفاينل. ده في معظم المواد. في بعض المواد التانية مش بنفس الطريقة ديت، ما بتتحسبش بنفس النظام، بيبقى ليها طبيعة مختلفة شوية. بس في الغالب أغلبية المواد في كل أقسام الكلية على نفس النظام دوت. إيه كمان محتاجين نعرفه في نظام الساعات المعتمدة، ودي حاجة مهمة جدا، هو إن أنا بعد ما بخلص المستوى الأول، المستوى الأول كل الطلبة بيتسكنوا فيه اوريدي، لأن خلاص هو جاي من الثانوية العامة وبيدخل على الكلية مباشرة، فبياخد كل المواد. لكن لما بيطلع المستوى التاني بنبدأ بقى نشوف تقدير الطالب ده كام. لازم عشان تعدي أولا المستوى التاني وتاخد المواد بتاعته يكون ده تقديرك مقبول أو أكتر. مقبول أو أكتر عشان تاخد كمان عدد الساعات كاملين وهو ال 18 ساعة. طيب، لا قدر الله لو وقعت في كذا مادة، مادة 2 3 أيا كان، وقعوا التقدير بتاعك وبقى التقدير اف. اف يعني فيل، يعني راسب.
اللي تقديره F لما بيطلع المستوى اللي بعده بياخد 12 ساعة، ما بياخدش 18 ساعة كاملين. طيب هبدأ أعوض إزاي الساعات اللي بتفوتني في حاجة اسمها سمر كورس. في حاجة اسمها سمر كورس متاح فيه لكل طلاب الكلية 9 ساعات بحد أقصى كل ترم لحد السنة بتاعة التخرج. وقتها بس ممكن ياخد 12 ساعة، لكن خلينا في كل السنوات الأساسية بياخد 9 ساعات. ممكن يقسمهم بقى على حسب عدد المواد اللي عنده، على حسب عدد ساعات كل مادة. في مواد عندنا في الكلية بتبقى ساعتين، في مواد بتبقى 3 ساعات، في مواد بتبقى 4 ساعات. كل المواد بتضاف للمجموع ما عدا مادة الحاسب الآلي وحقوق الإنسان. دي مواد إجباري بتاخدها بس مجرد تنجح فيها وخلاص، لكن لا بتأثر على التقدير بتاعك ولا بتضاف للمجموع. طيب نرجع تاني بقى لموضوع الإرشاد الأكاديمي. طيب إيه الإرشاد الأكاديمي؟ بداية من المستوى اللي جاي دوت اللي إحنا داخلين عليه إن شاء الله وهو المستوى التاني، كل طلاب الكلية بيعملوا حاجة اسمها إرشاد أكاديمي. طبعا الطلاب اللي في المستويات الأعلى عارفين الموضوع دوت وعملوه من السنين اللي فاتت، لكن بالذات طلبة سنة أولى دي أول مرة هيعملوا حاجة اسمها إرشاد أكاديمي. الإرشاد الأكاديمي ده بتدخل بنفسك تختار المواد اللي هتدرسها، بيبقى على المنصة بتاعة UMS اللي هي خاصة بكلية الآداب أونلاين. بتدخل بنفسك، بتسجل بالإيميل بتاعك وبرقم وبالباسورد بتاعك، وبتدخل تختار المواد بتاعتك. طيب اختار المواد على اساس ايه؟ ازاي اختار المواد بتاعتي؟ اهم حاجه ما يكونش الماده اللي هتختارها ليها متطلب سابق وتكون نزلت للاسف المتطلب ده او سقطت فيه. لكن لو انت ناجح خلاص بتدخل تختار. يعني مثلا هضرب مثال، انا مثلا عندي ماده اسمها تاريخ واحد في المستوى الاول، لازم انجح فيها عشان اخد تاريخ اتنين بتاعه المستوى التاني. طيب لا قدر الله انا شايل ماده تاريخ واحد ديت، هعمل ايه في المستوى التاني؟ لا للاسف مش هتقدر تاخد الماده دي، هنبدا نشوف المواد التانيه. طيب زي مثلا انا عندي مثلا تاريخ واحد، وعندي ماده اسمها عربي واحد، وعندي ماده اسمها انجليش واحد مثلا. ده مجرد مثال عشان بس ايه كل الطلاب يبقوا مستوعبينه في اقسام الكليه كلها. لو كل المواد دي متكرره في المستوى الثاني لازم تنجح فيهم كلهم، لازم تنجح في المواد دي كلها. طب للاسف انا مش ناجح في ولا ماده من دول، يبقى مش هتقدر تختارهم في المستوى الثاني. واهم حاجه ان انت تكمل عدد الساعات بتاعتك بقدر الامكان، على حسب انت لو تقديرك زي ما قلت لك مقبول او اعلى، بدايه من الدي ثم الاعلى، دي او سي او بي او ايه، هي دي الاربع تقديرات. طبعا زي ما قلت لكم في كل حاجه فيها دي ودي بلس وهكذا سي وسي بلس. لو انت تقديرك مقبول او اعلى بيبقى من حقك تاخد 18 ساعه في الترم او في المستوى اللي بعده. طيب انا واقع في ماده واحده بس المستوى الاولاني، لكن ناجح في باقي المواد كلها، مفيش مشكله وليا 18 ساعه. طب انا كده عدد ساعاتي اقل، آه، هتطلع المستوى التاني. ممكن تاخد مادة من المستوى الأعلى لو ملهاش متطلب. يعني مثلا أنا وقعت في عربي واحد وفي عربي اتنين في المستوى التاني مثلا يعني، والمادة دي بساعتين، أنا كده هاخد كل مواد المستوى التاني اللي أنا ناجح في المتطلب بتاعها أو هي ملهاش متطلب من المستوى الأول، وكده بقى معايا 16 ساعة لأن أنا واقع مني ساعتين. ممكن أكمل الساعتين دول بمادة من مستوى رابع، بماده من مستوى رابع. اهم حاجه ما يبقاش ليها متطلب، ما يبقاش ليها متطلب قبل كده، ما يبقاش ليها تسلسل زي اللي احنا قلناه. يعني مثلا تكون ماده جديده لسه ليها مسمى جديد اول مره تدرس في المستوى الرابع، ممكن من حقك ان انت تاخدها عشان تكمل عدد الساعات بتاعتك. مش عايز والله، طب انا هكتفي بال 16 ساعه، مش عايز اتقل على نفسي دلوقتي، خلاص ما فيش مشكله براحتك. يعني ده اختياري مش اجباري ان انت تكمل ال 18 ساعه. انت عايز تكتفي بال 16 ساعه، تمام ما فيش مشكله، اذا ما فيش مشكله. طيب دي حاجه كمان، التقدير نفسه احسبه ازاي؟ احسب التقدير بتاعي ازاي؟ حسبة التقدير دي مالكش علاقة بيها، ما تحاولش تحسبها. يعني ما بتجمعش الدرجات وتقول مثلا انا جايب في المادة دي 80 من 100 ودي 75 ودي 90 ودي 60، اجمعهم ومثلا عندي ست مواد واقسم على 600 واطلع النسبة بتاعتي. لا ما بتتحسبش كده. كل مادة ليها حاجة اسمها وزن. المادة اللي بساعتين غير اللي بتلاتة غير اللي بأربعة، كل مادة فيهم ليها وزن مختلف عن التانية. وهي حسبة عموما الكمبيوتر بيحسبها، يعني كده كده اوتوماتيك النتيجة مفيش فيها تدخل يدوي. التدخل اليدوي الوحيد هو أثناء الرصد فقط، لكن بعد كده تجميع الدرجات وإن التقدير يطلع لك ده كله شغل الكمبيوتر. فما تقلقش نفسك وما تحاولش تجمع النتيجة بتاعتك بنفسك، هي كده كده بتبقى مظبوطة والتقدير بتاعك بيبقى مظبوط في النهاية. فده الموضوع ده ما تقلقش نفسك بيه. طيب حاجة كمان برضو، فكرة ان انا وانا بختار المواد بتاعتي وانا
باختار المواد بتاعتي في المستوى التاني. زي ما قلنا لو اي ماده في المستوى التاني ليها متطلب سابق في المستوى الاول لازم تكون ناجح فيه. طيب انا ما في الاسف في ماده وقعت فيها او شلتها، اذا مش هتعرف تاخد المتطلب بتاعها في المستوى اللي بعده. طيب ايه بقى حكايه السمر كورس؟ السمر كورس الميزه اللي فيه ان هو ممكن تلحق تعوض المواد اللي بتقع منك. الميزه في السمر كورس لو استغليته صح وخدت المواد اللي انت بتقع فيها او بتنزل فيها، ممكن تلحق تتخرج في ميعادك عشان ما تقعدش سنه زياده. لان لو فضلت ترحل المواد وتكبر دماغك من موضوع السمر كورس، انا والله مستكتر موضوع الفلوس على حسب يعني، لو فضلت تطرحها المواد كده كده ممكن تضطر في النهايه تقعد سنه زياده او يمكن اكتر. فهو السمر كورس ممكن نستفيد منه بشكل كويس ان احنا ناخد فيه المواد اللي بتقع مننا. تمام. اذا كده يبقى عرفنا يعني ايه السمر كورس. وبالمناسبه السمر كورس بيبقى ميعاده في الصيف، هو بيسمى يعني بالعربي الترم الصيفي او الفصل الصيفي، وبيكون بعد ظهور نتيجه الترم الثاني مباشره. كده عرفنا يعني ايه ساعات معتمده، يعني ايه ارشاد اكاديمي. زي ما قلت لكم دي حاجه انتوا بتعملوها بنفسكم. الكليه بتبلغكم بالميعاد اللي بتبداوا فيه الارشاد الاكاديمي، هيتواصل معاكم المرشد الاكاديمي بتاعكم من كل قسم. كل قسم فيه مجموعه من المرشدين الاكاديميين اللي بيساعدوا الطلاب وبيوجهوهم ازاي يدخلوا على المنصه، ازاي يختاروا المواد بتاعتهم. لكن الطالب بنفسه هو اللي لازم يدخل يختار. وكده احنا عرفنا ان اختار كل المواد. لو انا ناجح صافي في كل المواد خلاص هختار اوريدي كل المواد المتاحه قدامي في المستوى اللي بعده، او مثلا او المستوى التاني لو انا في المستوى الاول. لكن اي ماده انا واقع فيها وليها متطلب ما اقدرش اختار المتطلب، لازم انجح في الماده الاولى عشان اخد المتطلب بعد كده. طيب لو انا هخص بقى حته صغيره كده لقسمنا وهو قسم اللغات الشرقيه، عشان عندنا بالذات في تخصص وفي 3 لغات بتدرس في المستوى الاول، والطالب بعد كده في سنه تانية بيطلع يتخصص في لغه واحده. فعندنا حاله خاصه شويه غير باقي الاقسام. باقي الاقسام خلاص كده ممكن يعني اللي مش عايز يكمل الفيديو خلاص، هو كده ده الجزء اللي هيستفيد بيه. الجزء الجاي دوت خاص بلغات شرقيه. عندنا في لغات شرقيه بندرس 3 لغات: فارسي، تركي، اردو في المستوى الاول. الطالب عشان يتخصص في لغات شرقيه في سنه تانية لازم ينجح في لغتين على الاقل الترمين. لازم في نهايه السنه يكون ناجح في لغتين على الاقل الترمين عشان يقدر يتخصص. طبعا لو نجح في 3 لغات خلاص تمام جدا، اذا يقدر يتخصص مفيش مشكله. والتخصص عندنا بيكون على حسب اللغه الاعلى في التقدير، وبرضو على حسب التوازنات بين الاعداد في التخصصات ال3. لكن الطالب اللي جايب تقدير عام، التقدير العام ده او التقدير التراكمي ده اللي هو تقدير الترمين على بعض، تقديره التراكمي في الترمين على بعض او في المستويين يعني الاول والتاني، لو هو جيد جدا او اعلى من حق الطالب يختار اي تخصص يعجبه. حتى لو هو جاي في الدرجه الاقل مفيش مشكله براحته يختار. لكن الطالب اللي تقديره اقل من جيد جدا، لا، بيبدا القسم يشوف التوازن بين الاعداد في التخصصات ال3 مع مراعاه برضو رغبة الطالب، بس بشرط يكون جايب في اللغة التقدير الأعلى، وبنبدأ نعمل التوازنات دي. لكن لو هو أقل لا، مش من حقه يختار اللغة. طيب نروح تاني للنقطة المهمة بتاعت طيب لو أنا طالب وللأسف شلت مادتين في المستوى الأول والمادتين دول لغة، أنا كده هقدر أتخصص؟ لا للأسف كده مش هتقدر تتخصص. لأن حتى أنت كده مثلا عندنا فارسي وأردو واحد، لو انت شلتهم في المستوى الاول كده للاسف دي ماده ليها متطلب اللي هو فارسي 2 واردو 2 في الترم اللي بعده، كده مش هتقدر تاخدهم في المستوى التاني. طيب السمر كورس، هدخلهم السمر كورس، ما ينفعش تاخد الماده والمتطلب بتاعها في السمر كورس. وده نظام الكليه، يعني ده نظام الساعات المعتمده مش قرار القسم. عشان بس الطلبه ما يظنوش ان القسم هو اللي عامل الحاجات دي وليه بتتعبونا وليه بتعملوا فينا كده. والله يعني والله يا شباب ده السيستم بتاع الكليه اللي ماشي في كل الاقسام، مش بس لغات شرقية، كل أقسام الكلية على نفس النظام. وهو إن أي مادة والمتطلب بتاعها ما ينفعش الاتنين يتاخدوا في السمر كورس. تمام. لو أنا مثلا شلت أردو واحد وفارسي واحد في المستوى الأول كده مش هقدر أخدهم في المستوى التاني. طيب هوصل للسمر كورس برضو آخرك إن أنت تاخد أردو واحد وفارسي واحد، وبالتالي مش هينفع تتخصص لأن لازم تكون ناجح في المستويين. لازم تنجح في المستويين. إذا النصيحة وفر فلوس للسمر كورس، وكده كده خلاص رحل المواد دي للسنة اللي بعدها. مش هتستفيد حاجه لو دخلتهم دلوقتي، هتلاقي نفسك في المستوى اللي هو اللي بعد كده المفروض اللي تطلع له، اللي هو يعني شكليا هو المستوى الثالث. هتطلع المستوى الثالث هتلاقي نفسك مفيش مواد تدرسها، هتلاقي نفسك قاعد فاضي. لان انت مثلا كنت شايل، انت نجحت في كل المواد وشلت اردو واحد وفارسي واحد،
وخدتهم سمر كورس ونجحت فيهم، تمام كده؟ طيب طلعت مستوى تالت، مفيش مواد ادرسها. طب ما ينفعش يا دكتور اخد مواد من المستويات الاعلى؟ ينفع، هتبقى ماده واحده فقط وهي العربي، لان العربي هو الماده الوحيده اللي عندنا في التخصصات الثلاثه. فهتقعد مستوى كامل، هتقعد ترم كامل بتدرس ماده واحده ساعتين. طيب ما استفدتش حاجه، عشان كده لا، يبقى وفر فلوس للسمر كورس. امتى السمر كورس يكون مفيد؟ لو انت شلت مواد في المستوى الثاني. يعني لو انت ناجح صافي في المستوى الاول ولا قدر الله نزلت في مواد المستوى الثاني، لا وقتها السمر كورس هتستفيد منه. هي دي بقى الفايده، هستفيد منه وقتها، لان هنجح في مواد المستوى الثاني وكده ابقى انا ناجح صافي السنه كلها، وكمان هعلي التقدير بتاعي، فهيفرق معايا جدا. بدل ما تقديري يقع واخد 12 ساعه في المستوى اللي بعده، لا ياخد 18 ساعه. اذا السمر كورس بيفيد جدا، مع خصوصا لو انا شايل مواد من المستوى الزوجي اللي هو المستوى الثاني او الرابع او السادس وهكذا. لكن لو انت من البدايه من المستوى الاول شلت لغتين او شلت الثلاث لغات، للاسف كده مالكش تخصص، كده مش هتقدر تتخصص. طيب ايه الحل؟ طيب هل اكمل في القسم ولا احول؟ والله دي براحتك. لو انت شايف ان انا دراسة اللغات صعبة وهو جربت ولقيت نفسي سقطت في كذا لغة ومش قادر اكمل، خلاص حول، ما تتعبش نفسك، كده كده في كل الاحوال هتقعد سنة زيادة. فخلاص والله لو الموضوع صعب عليك وشايف ان هو مرهق ومش قادر تستوعب اللغات، خصوصا ان هي لغات جديدة واول مرة بتدرسها في حياتك، خلاص حول. شوف لو انت حابب دراسة تانية او تخصص تاني، حول ليه، مفيش مشكلة. لا والله انا هقدر وهعافر وهكمل وحابب دراسة اللغات، بس انا حصل لي ظروف مثلا وهي اللي وقعتني، لكن هقدر اكمل ان شاء الله وهستمر، خلاص تمام مفيش مشكلة، يبقى خير، يبقى كمل وشد حيلك، ومش مشكلة السنة اللي ضاعت دي وان شاء الله تعوضها في السنين اللي بعدها. اذا تاني اجمالا كده، ما ينفعش ناخد مادة مستوى اول اكون نزلت فيها، ما ينفعش اخد المتطلب بتاعها في المستوى التاني، ونفس الكلام ده بقى هيستمر معاكم باقي السنين. وزي ما قلت لكم، خاصة بالنسبة للغات شرقية، عشان اتخصص في سنة تانية لازم انجح في لغتين على الاقل، لازم انجح في لغتين على الاقل الترمين. الترمين مش انجح فيها مثلا ترم واحد والتاني لا، لا ما ينفعش، ما ينفعش اتخصص، او انا هقع فيها من الترم الاولاني وعايز اتخصص، لا ما ينفعش. اذا للاسف ما ينفعش اخد مادتين ليهم متطلب مع بعض في نفس في السمر كورس مثلا، ومعنى متطلب يعني مثلا دي رقمها واحد ودي رقمها اتنين، ده اسمه متطلب. ما ينفعش اخدهم الاثنين مع بعض في السمر كورس، ما ينفعش. وده زي ما قلت لكم قرار الكليه مش قرار القسم ولا نظام القسم، ده نظام الساعات المعتمد اللي ماشي في الكليه كلها. اتمنى ان شاء الله ان يكون الفيديو افادكم، ويا ريت تعملوا شير للفيديو لكل زمايلكم عشان يستفيدوا منه ويقدروا يفهموا نظام الساعات المعتمدة ويستوعبوه. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجاية، ويا ريت تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.